راجل من بره وعندك عضلات، لكن هرمونات الانوثه واكلك من جوه. كنا ركزنا في الفيديو اللي فات على اول فكره من الاعراض الجانبيه اللي ممكن تحصل من الستيرويدز، قلنا اسمها الاندروجينيك سايد افكت او الاعراض الجانبيه اللي بتحصل بسبب زياده هرمون الذكوره. انا هتكلم عن العكس تماما في الفيديو ده، وهي الاعراض الجانبيه اللي بتحصل بسبب زياده هرمون الانوثه واللي بيسموها الاستروجينيك سايد افكت. عاوزك تعرف معلومه مهمه، ان جسمك في الطبيعي من غير ما تاخد هرمونات بيحول جزء من هرمون التستوستيرون اللي هو هرمون الذكوره الى استروجين اللي هو هرمون الانوثه عن طريق انزيم اسمه الاروماتيز. ما تستغربش، انا بحس ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا زي ما خلقت حواء من ضلع ادم، فانا بخلق هرمون الانوثه من هرمون الذكوره برضو عن طريق اني اشيل ضلع واحد، اشيل كربون اتوم واحده. التستوستيرون 19 قانون في التركيب الكيميائي والاستروجين 18، ولكن الكميه اللي بيحولها الجسم النسبه بتاعتها قليله جدا، فمش بتاثر على الرجاله. تخيل بقى انت بتاخد كميات كبيره من التستوستيرون من بره وهو بيحول نفس النسبه المئويه اللي هي قليله، هتلاقي في النهايه كميه الاستروجين اللي بتتحول في جسمك كبيره جدا، وتبدا تظهر الاعراض الجانبيه الخاصه بالاستروجين واللي بنسميها الاستروجينيك سايد افكتس، واللي اشهرها طبعا التسدي او الجينيكوماستيا واحتباس الميه وقله الرغبه الجنسيه. عشان كده دايما مع بعض الهرمونات زي الدانابول تلاقيك بتاخد ادويه زي الاروماتيز انهبيتورز، ودي ادويه بتقفل تحول التستوستيرون الى استروجين فين؟ في الخلايا الدهنيه. وكمان بتلاقيك بتاخد ادويه بنسميها السيرم او السلكتيف استروجين ريسبتور موديوليتور، ودي بتقفل مستقبلات الاستروجين في الجسم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وفولو عشان يوصلك كل جديد.